السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا، بقالي كتير وبقالي فترة كبيرة غايبة عنكم. وطبعا انا كنت تعبت من القناة وزهقت منها، ولكن طبعا تشجيعكم ليا ان انا ارجع تاني اعمل وجبات، ورجعت عشان خاطركم وعشان كمان وحشتوني. والنهاردة جايه لكم بوجبة جديدة. هنعمل مع بعض لحمة مفرومة موفرة جدا بطريقة جديدة، وهتنجز معايا وتعمل لي كمية كبيرة. 2 كيلو لحمة عملوا معايا الكمية اللي انتوا شايفينها دي. ايه رأيكم؟ عندي 8 اطباق من اللحمة المفرومة، هيعملوا لي 8 صواني، يعني ربع كيلو لحمة عمل معايا كمية وفيرة. تمام. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة الجديدة والطريقة الموفرة بالنسبة طبعا للأسعار اللي احنا فيها دلوقتي، والأسعار غالية جدا، لازم نوفر يا جماعة. يلا بقى ودينا بنفتكر مع بعض ونفكر بعض ايه اللي ممكن نعمله علشان الغلا اللي احنا فيه ده. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، ورمضان كريم. وعشان رمضان كريم هنعمل أحلى وجبات في رمضان. ويلا انتظروا ماما صباح بكل وجبات جديدة. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. وهنا حبايب قلبي زي ما شفتوني حطيت المادة الدهنية بتاعتي، سمنة أو زيت، ونزلت عليها باللحمة المفرومة. وهنا بحاول إن أنا أفتتها كده زي ما انتم شايفين، علشان ما تلفش كده معايا أو تكلكع أو تمسك في بعضها. تمام. نحاول عشان ما يبقاش فيها تكتلات. نقلب. وهنا هنزل بالفلفل الاسمر. تمام. بحب احط الفلفل الاسمر كده في الاول علشان يديني ريحه كويسه. وهنا عندي حبهان وجوز الطيب مطحونين مع بعض. تمام. نسيب بقى اللحمه بتاعتنا كده تاخد الصدمه، واحنا نروح نفرم البصل بتاعنا والجزر والفلفل. هنا شوفوا بقى اللحمه هنا مش متماسكه بعضها، كلها فكت من بعضها هي. تمام. هنزل بالبصل المفروم. تمام. ونقلب. هنا طبعا حطيت كيلو بصل على 2 كيلو لحمه مفرومه. انا هعمل النهارده وجبه اقتصاديه، اشيلها في الفريزر وقت ما احتاج. هعمل جلاش، هعمل مكرونه بشاميل، هعمل خضار باللحمه المفرومه، هطلع منها
هتنفعني طول فترة رمضان. تمام. ادي دلوقتي اصلا البصل هيدبل مع اللحمة. دي اسمها الوجبة الموفرة. بحط بصل وبحط جزر وبحط فلفل مع اللحمة المفرومة، علشان احنا عارفين دلوقتي كل حاجة غليت والاسعار بقت نار، وكده امكانياتنا بقت ضعيفة. بنحاول على قد ما نقدر بنقتصد في الوجبات بتاعتنا، بنعملها بطريقة مختلفة على حسب طبعا الاسعار اللي بقينا فيها دي. وهنا نزلت بشوية بهارات، معلقة من البهارات، 7 بهارات طبعا احنا عارفينهم. وهنزل كمان بالملح، دبل معايا كده البصلة ونقلب، نسيبها ونروح نفرم الجزر والفلفل. وهنا ننزل بالجزر، الله على الالوان الجميله. وهنا حبايب قلبي ننزل بالفلفل بتاعنا. تمام. شوفوا بقى الالوان التحفه 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 وجمال اللحمه المفرومه. احلى لحمه مفرومه هتاكلوها وتدوقوها. مش تقولوا بقى احنا عملنا حطينا جزر لا، الحاجات دي ادت طعم خرافه خرافه للحمه المفرومه، ادت نكهه وادت طعم، وكمان وفرت معايا وعملت لي اطباق اكتر. زي ما قلنا مع بعض 2 كيلو لحمه مفرومه، كيلو بصل وكيلو جزر، وكمان نص كيلو فلفل رومي، وحطيت معاهم كده قرنين فلفل حار عشان يولعوا الدنيا. هتدي طعم طبعا زي ما انتم عارفين، في ناس بتحب الحاجه سبايسي. الله على جمال اللحمه بجد، ريحتها بقى يا ريت تيجوا كده تشموا ريحتها التحفه بجد. جربوها وقولوا لي رايكم ايه. وجبه التوفير اللي بتنفعنا في كل حاجه. وبكده تكون اللحمه بتاعتنا استوت، ونسيبها تبرد ونحطها في الاطباق ونحطها في الفريزر. تمام. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ قولوا لي بقى رايكم. دي عمل معايا 8 اطباق، والاطباق كويسه، ممكن تنفع لصينيه مكرونه، صينيه جلاش زي ما قلنا، وطعمها وريحتها تحفه جدا. يلا جربوها وشوفوا بقى هتوفر معاكم ازاي. ولازم طبعا نفكر دلوقتي في التوفير، عشان احنا عارفين الحاجة كلها دلوقتي غالية والأسعار مولعة، وربنا يعيننا كلنا. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.